من قناة EBC العربية برنامج مصر المستقبل. نعرض إليكم المشكلة الآتية من داخل محافظة سوهاج مركز البليانة قرية بني حميل. إليكم المشكلة التي يتناقش إليها أهالي بني حميل. نتعرف باسم سيادتك. حارس مصطفى الأعرج، محامي حضرتك. أهلا وسهلا أستاذ حارس. أهلا بك يا فندم. ايه المشكلة اللي انتوا يعني بتجملكم في البلد هنا بخصوص تقريبا انه في قطعة ارضية مساحتها 15 فدان تم تبويرها عن طريق الخطأ او عن طرق غير شرعية؟ عايزين نعرف بس القصة بالكامل. والله حضرتك هي المشكلة دي اساسا يعني دول حوالي 14 فدان و10 قراريط. دول كانوا مزروعين حضرتك بالمحصول القمح ومحصول البرسيم، واغلبية اهالي القرى الفقراء كانوا يستأجرون هذه المساحة من الإخوة الأقباط. الإخوة الأقباط دول حضرتك مقيمين في مركز في محافظة أسيوط، فالأهالي كانوا مستأجرين هذه الرقعة أو 15 فدان. طبعا سعادتك قاموا ببيعها لتجار الأراضي، وقام تجار الأراضي بتبوير هذه المساحة كاملة، مما أدى إلى ان الناس اللي كانت مستاجره حضرتك في هذه الارض طبعا تاثرت انه الناس طبعا كانت متاجره هذه الارض على اساس تاكل منها عيش، وهناك بعض الاشخاص كانوا يربون بعض المواشي اعتمادا على هذه المساحات. فطبعا الأشخاص الذين قاموا بشراء هذه الأرض قاموا بتبويرها بطريق غير شرعي، استعدادا على أساس أنهم يعملوا عليها مساكن ويقوموا ببيعها بالمتر. طبعا سعادتك الأرض دي من أجود أنواع الأراضي إن لم يكن في مركز البليانة ولكن في قرية بني حميل. أرض جيدة جدا، كان الأهالي يسترزقون من ورائها ويقومون طبعا سعادتك باستئجارها من الإخوة الأقباط. وبعد البيع طبعا حضرتك قام المشترون بتبوير هذه الأرض الزراعية. طبعا تبوير الأرض الزراعية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وهذه الأرض لا تقع داخل الحيز العمراني. لو أنها داخل الحيز العمراني ليست هناك أدنى مشكلة من أنهم يقوموا ببيعها مرة أخرى، ولكن هذه الأرض لا تقع داخل الحيز العمراني. كم سعر القراط في هذه الأرض قبل وكم سعر القراط بعد؟ والله هم طبعا على ما سمعت أنهم قاموا بشراء القراط ب130 ألف جنيه، وتم العرض للقراط بسعر 300 ألف. طبعا هذا سعر باهظ، وهذه الأرض لا تساوي هذه الأسعار، إلا أنهم طبعا أرادوا استغلال أهالي القرية ببيع الأرض بعد تقسيمها. طيب انا يعني احنا وصل لنا برضو ان انتوا عملتوا حملة مقاطعة هنا لبيع الاراضي ومحدش يشتري منهم، هل الكلام ده صحيح؟ والحملة كانت على اي اساس او بناء على اي قوانين؟ ولله الحمد كنت انا من ضمن يعني المبادرين في هذه الحملة لمقاطعة شراء أرض الإخوة الأقباط. طبعا هم باعوها وخلاص يعني خدوها المشترين، فإحنا طبعا عملنا حملة لمقاطعة الشراء من هذه الأرض، لأنهم المشترون يريدون أن يستغلوا الناس ويريدون أن يكسبوا مكسب سريع في هذه المساحات. اشتروا القراط ب130 ألف جنيه، لكنهم يريدون أن يبيعوه ب300 ألف جنيه، وهذا طبعا غير قانوني أساسا. ويعني هي وإن كان فيها شغل طبعا فساد، شغل تجارة تربح، واخد بال حضرتك، ولكن احنا كأهالي بني حميل وتجار بني حميل تجار الأراضي والسماسرة امتنعوا عن شراء هذه الأرض، لأننا لن نسمح لأي شخص أن يقوم ببناء هذه الأرض. وإن سمحت الأهالي فلن تسمح. من المفروض الحكومة ووزارة الزراعة تمنع تبوير الأراضي الزراعية، ونحن في أمس الحاجة إلى الزراعة. وفي وقتنا الحالي نحن نبحث عن الأراضي الزراعية ولا نبورها. طيب إيه الضرر اللي وصل لأهالي القرية؟ الضرر حضرتك زي ما قلت حضرتك في البداية انه الضرر الناس كانت مستأجرة هذه الأرض، الفقراء اللي ليس لهم ملكية كانوا يستأجرون هذه الأرض ويقوموا
بحصد المحصول وبيعه في الأسواق أحيانا. هناك بعض الأشخاص الفقراء برضو كانوا يعني يربون المواشي من وراء استئجار هذه الأرض، فطبعا عادت عليهم بالدمار. هناك من الأشخاص من باع مواشيه من أجل أنه ليس له أرض يستأجرها وليس له أرض ملكية خاصة له. تمام أستاذ حارس. طيب بالنسبة للتوصيل اللي هو الكهرباء، توصيل الكهرباء للأرض، هل كان عن طريق شرعي أو قانوني ولا كان زي ما بيقولوا بالحب؟ والله حضرتك هم الأشخاص الذين قاموا بشراء هذه الأرض قاموا ببناء غرفة لعملها مكتب لتقسيم الأراضي فوق الأرض، وقاموا بتوصيل عداد كهرباء. بعض الناس اعترضت على التوصيل، ولكن أعتقد أن الجهات الحكومية كشبكة كهرباء البلينة وافقت على توصيل عداد بنظام الكود. تمام، يعني يعتبر الطريقة التي سلكوه طريق خاطئ وليس طريق صحيح. في حد ذاته طريق خاطئ وممنوع، طالما أن هناك بناء على أرض الزراعي. من المفروض أن شبكة الكهرباء تمنع توصيل المرافق لأي منزل أو أي غرفة تبنى على الأرض الزراعية. أكيد طبعا، بس بما أنهم يوجد بهذا المستثمرين رجال قانون، رجال معارف، رجال وسايط زي ما بيقولوا، فأكيد الموضوع تم بسهولة جدا ليهم يعني. والله هو طبعا أكيد الناس اللي اشترت الأرض دي ناس ذو سلطة وذو عزوة وناس أثرياء، وعندهم يعني استطاعة أنهم يوصلوا مرافق لأي منزل، سواء كان حضرتك بالرشاوى أو غيره يعني. تمام، شكرا جزيلا أستاذ حارس، أشكر حضرتك. نتعرف باسم سيادتك. عابدين علي. ازيك يا عم الحاج؟ اهلا وسهلا. انت كنت من ضمن الناس اللي هم مزارعين في الارض؟ كنت واخد 6 قرية ارض ايجار. طيب ايه الضرر اللي وقع عليك بعد ما الارض تم بيعها؟ دي مش بعت البهايم وخسرت فيها وبس، يعني لا معيش برسيم ولا معيش ولا حاجه ولا قراط ولا مستوى في البلد، والله غيرهم هم دول. يعني انت كان معاك بهايم وبعتها؟ وبعتها والله. طيب بعد ما انت يعني كان في زرع، انت كنت زرع 6 قراريط دول برسيم، وبعد كده لما هم جو اصلا حرثوا الارض يوم وليله قال لك السلام عليكم والسلام، ايه الحكايه؟ قال لك يا عم الارض دي بعناهم يلا مع السلامه. اما هم المفروض يرجعوا للناس اللي هي مستاجره منهم يقولوا لهم الكلام ده. والله نحن اول ما جينا في الصبح لقينا الغنم والحرات والدنيا والعالمين شغال، المحرات شغال ايوه المحاريت شغاله، المحاريت شغاله صح، والبرسيم اتقبض والارض باظت وعليك. طيب هو احنا سمعنا برضو انه كان في تهديدات او اطلاق اعيره ناريه كانت في الارض، او كان في ناس بتحمي الارض او الكلام ده كله، هل الكلام ده صحيح ولا الكلام ده كان؟ لا نحن عمي قالوا لنا مع السلامه وعليك، وسيبنا الارض وحتى الباقي والله بعناها. ما حصلش اي اشتباكات بين الاهالي وحد؟ لا 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 لا. طيب انت ايه مطالبك يا عم الحاج؟ يعني في اكثر من البهايم اللي خسرتها وبعتها ده. ايوه يعني انا حتى لو خلوني الشهرين اللي قاعدين دول خلصت السنه كان حتى عرفت تاجرت لي ارضاي مكاني. يعني انت بتطالب ان الارض ترجع تزرع تاني؟ انا بطالب ان الارض ترجع تزرع تاني. امال ايه؟ ايوه صح. طيب تمام، شكرا يا عم الحاج، شكرا. نتعرف باسم سيادتك. انا خالد ابو البنا، خالد ابو قط ابو البني. اهلا وسهلا حاج خالد. مرحبا بك يا باشا. انت راجل كنت مستاجر في الاراضي اللي تم بيعها ولا لا؟ انا مستاجر، رميت ودافع الايجار للغفير، وجوا محج حرتوا الارض وحيلتي جاموسه ما ناكلوا منها ونشربوا، بيعوا عني، خسرت فيها 4000 جنيه، ما لقيت لها وكل ولا شراب، هتموت عندي. وجوا خذوها وبعت للتجار، والله خسرت فيها 4000 جنيه. يعني هي الارض كانت مزروعه وكان مزروعه برسيم، وخدنا الشامي برضه، في الشامي جوا باركوا عليها وخربوها زي كده برضه. في ايام الشامي وخدنا الشامي، وفي ايام البرسيم خلونا وزرعنا وما حشناهوش البرسيم، جو حرتوه بالمحاريت. ده شغل ما يرضيش ربنا والله، ده شغل ما يرضيش ربنا والله. والله امور ما ترضي ربنا دي. لما وطنان بنحملها بشهر 14 فدان، مع ناكلوا منهم ونشربوا ومع ندفعوا الايجار، واخد بالك؟ ويجوا في دقيقه وليله ونهار ونقوم في الصبح نلقوا الارض محروتي. ده بيرضي حد ده؟ انا عاوز اوصل لرئيس الجمهوريه السيسي ويجي يتعاين بالطيران يشوف الارض دي، مع ناكلوا منها ونشربوا. وزير الزراعه ما سالش عليني، بعتنا تلغرافات وبعتنا الدنيا كلها.
يعني يجي يا عم يتعاينوا بالطبيعه ويشوفوا الوضع قدامهم. كان يرضي حد؟ امين. ما يرضيش يبقى الناس نص من حميل باع بهايمه والناس قاعده ما لقاش تاكل ولا تشرب. انا سمعت ان الطرق اللي اتخذوها في توصيل الكهرباء كانت طرق غير صحيحه. غير شرعيه، غير شرعيه، وهم ما بنوا عليها غير شرعي برضه. شغل كله عافيه وشغل برك. امور برك وامور عافيه. اكيد ده يرجع ان هم الناس المستثمرين اصحاب السلطه. اصحاب السلطه هم اللي عملوا كده. هم اللي عملوا كده. تتكلم عن حد يرموك في المركز. والمركز كله مدعوك دعك. تروح هناك تاخذ لك كتله نص اموات. هذا اللي ما يحصل احدانا هنا. في مركز البلد بالذات. اكيد لا، لو لك حق هتاخده يعني يا عم الحاج. زي الحق ده احنا متضيعين ما واخدينش حقنا. والله العظيم ما حسين ده حسيني. لما بيعنا بهايمنا وما لاقيناش ناكل ولا نشرب دنيا. نروحوا فين تاني؟ تمام ماشي، شكرا. مواطنين نمشي من هالبلد، نمشي من الدولة. اكيد لا طبعا، اكيد ليك حق وهتاخده باذن الله. انا عاوز صوت يوصل للرئيس. عاوز اقابل الرئيس نفسه ويجوا يتعاينوا على ارضي اللي ما ناكلوا فيها ونشربوا. وشوفوا خبريه وشوفوا الوضع قدامي. صوتك اكيد هيوصل وباذن الله هيتم اتخاذ قرار صحيح باذن الله. والله عشمانين في سيادتكم. والراي العام هو معجب من حق الغلابي وعشمانين فيكم. وصوت ما معكم. ان شاء الله خير. شكرا شكرا يا عم الحاج. اكيد طبعا، شكرا يا عم الحاج. بارك الله. صوتك بتنده تعالى ما حد غيرك يفيدك يا صاحبي ليه عشت تعالى عالخلق وتمد ايدك. هلا 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 والله يعينك. الغربة زادت وطالت وطالت يا ولدي بيني وبين الفاس على الارض تنزل. الأرض تضحك شايق تفرح وتجمع وتغزل ثوبك ومهرك يا عايق وعلى جبينك يزينك. دي الغربة زادت وطالت يا ولدي بيني وبين